السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بتعملوا ايه؟ النهارده هنتكلم عن تجربتي مع سكوتر شاومي برو 2. مش هراجعه. لو انت داخل الفيديو انا مش هراجع المنتج، انا هقول لك على التجربة، لان الاسئلة اللي انا كنت عايز اسالها لكل الناس اللي راجعته على اليوتيوب ما لقيتش اجابات عليها، ما لقيتش اجابة عن تجربة حقيقية. فهو بقالي معايا تقريبا 3 شهور، فانا هتكلم عن تجربتي مع السكوتر. هو تقيل شوية لو انت هتمشي بيه، لو هتمشي بيه حتة كده يعني هتشيله وتمشي بيه. هو تقيل مش خفيف، يعني هو بيتكلم مش هنتكلم على المواصفات اللي مكتوبة على البتاع، يعني هو تقريبا 15 كيلو او حاجة كده، فهو مش خفيف ان انت تمشي بيه مسافة او تطلع بيه مكان او تعمل بيه مش عارف ايه. تمام كده. طبعا المواصفات ممكن اسيبها لكم في الديسكريبشن، بس احنا هنتكلم عن الكواليتي بتاع البتاع السكوتر نفسه. الكواليتي بتاعه حلو قوي. طبعا انا كنت مبهدله فحاولت ان انا انضفه شويه، لاني بستخدمه باستمرار يعني، او مش باستمرار يعني لما اكون رايح مشوار. بس في شويه حاجات كده كلها تقريبا مميزات، انا ما لقيتش فيه بصراحه عيوب الا ممكن تكون عيوب الاستخدام. تمام كده. اولا هو وزنه مش خفيف ان انت تطلع بيه مكان او تاخده مكان وتركنه فيه، لانك لازم تسيبه في مكان. حلو كده. الحاجة التانية هو ليه ابلكيشن على الموبايل، وممكن تعمله باسورد لو انت هتسيبه في مكان، لكن لو انت عملت لوك في حاجة اسمها باسورد وفي اللوك. لو انت عملت لوك للسكوتر في خلال 6 ساعات اللوك ده بيتفك لوحده اوتوماتيك، ويرجع السكوتر يقدر يمشي مع اي حد. تمام كده. الباسورد بصراحة ما جربتهاش، لاني ما مش باخده في مكان محتاج ان انا اعمله باسورد، وهو في الاخر برضو هو هيخدمك في مكان ان انت تكون رايح وهو قدام عينيك، او سايبه في امانات، او سايبه عند حد، او سايبه في اوضه كده يعني. انا ممكن مثلا اروح بيه النادي فبسيبه في النادي في الامانات، ولو رحت اقعد على القهوه بخليه جنبي في القهوه. وطبعا ان هو كونه ان هو بيتني كده، كان في مره حد بيقول لي لا مش هينفع تخش بيه، فانا هو كان عامل كده اهو مفتوح، فهو قال لي لا مش هينفع تخش بيه، فانا قلت له طيب ممكن نعمل كده اهو. قفلته، فقال لي خلاص ماشي اوكي، فسيبنا ندخل بيه لما انا قفلته. في كام حاجه كده لازم تاخد بالك منهم لو انت اشتريت السكوتر. الحته دي تختلف تقريبا عن بقيه الماتيريال، او ممكن تكون قريبه منه من بقيه الماتيريال اللي موجوده في الجهاز نفسه او في السكوتر نفسه. الحته دي هي اكتر حته ممكن تبوظ في اعتقادي من كتر الاستخدام، او من كتر الايه الفك والتركيب. في معاه جرز، ده جرز معاه. المكان ده هو اللي بيقفل، وانا عملت في مره غلطه اني سبت الدراع ده. هو ده اللي حصل بالظبط. اسيب لكم اللقطه دي في المونتاج. انا بعد ما قفلت البتاع ده سبت الدراع ده مفتوح ومشيت بيه، واكتشفت ان الدراع مفتوح. ده خطر جدا ان انت تسيبه مفتوح زي ما انت شفته حالا دلوقتي. انا مش شيل اللقطه دي من المونتاج. لازم تقفل الدراع ده على الاخر، تتاكد ان هو اتقفل. الدراع ده بينزل مره من اليد الطويله، لازم تسحب فيه هنا في زي حاجه مكتوب عليها اوبن، لازم تسحبها وتنزل. هينزل مره، بعد كده عشان يتقفل لازم ينزل مره تانية. في بدايه ما انا اشتريته كنت بضغط على دي جامد، فانا كنت معتقد ان هي دي اللي هتنزله. لا، في الزرار بتاع الاوبن ده هنا، في زرار صغير هو مش باين عند الكاميرا قوي، لكن هحاول ابقى ابينه بعدين. في زرار هنا كده لما تشده السوسته دي مستقصده الكاب، معرفش ليه السوسته دي بتتفك. تمام كده. فالجزء ده مهم. في هنا زرارين مش زرار واحد، وهي لما بتتقفل كده اهو بيقفل الزرار الاولاني، ولا بعد كده لما ترفع ده زرار الامان بتاع السكوتر. نبعد بقى كده عشان اتخبطت كذا مره، فانا خلاص اتعلمت يعني. تمام كده. في الجرز نفسه الحلقه دي بانها تبقى مليانه حوادث. الجرز نفسه اليد بتاعته في ليها كليبس في الكاوتش اللي ورا هنا بتقفل عليه.
عشان لما تيجي تشيله، انت هتشيله ازاي؟ لما تشيله كده ايه اللي هيخلي الدراع ده يتشال؟ ان الكليبس ده مقفول على العجله اللي ورا دي او الرفرف اللي ورا ده، تمام كده؟ طيب غير البتاع دوت الرفرف، انا هنزله على الارض بس لما اخلص. في كاوتشين بيجوا مع السكوتر، وفي كاوتش تالت سبير اللي هو الغطاء ده او اللي هو التيوب ده. التيوب ده بيتعبى 50 بي اس اي. طبعا لان انا عندي المنفاخ بتاع شاومي، فبالنسبه لي ان انا انفخه كل فتره ده سهل مش صعب، لان انا عندي المنفاخ هو بيتنفخ على 50 بي اس اي. لو ركنته لازم تاخد بالك ان انت قبل ما تنزل تكون نافخ العجل على ال 50 بي اس اي او على الاقل 45. طيب ليه؟ لو ما نفختش السكوتر كويس، السكوتر هيبقى اداؤه اضعف من العادي. لان انا حصل في مره ان انا خدته ونزلت ونسيت ان انا على الاقل ابص. طبعا انت لو بتستخدمه باستمرار الهواء اللي جواه مش هيضيع، لكن لو ما بتستخدموش وركنته، الهواء طبعا بطبيعه الحال والجو السيراميك اللي هو راكنه انا على الارض، فاكيد ان هو هيتضر. طيب هل الموضوع واقف بس عند موضوع ان انت تشيك على الهواء؟ لا، هو برضو من الخبطات، هو مش بس من الركنه يعني، من الخبطات والمطبات اللي انت هتمشي بيها. طبعا الهواء او الكاوتش بتاثر. طبعا تحاول تمشي بيه في اماكن كويسه، ممنوع استخدامه في الميه، لان هو يعني هو بيجي مع الكتالوج بتاعه ان هو بيقول لك ما ينفعش تسوقه في المطر، تمام كده؟ ده بالنسبه للكاوتشات. المعلومه اللي كانت عندي بدائيه، المفروض ان هي يعني تكون طبيعيه، فلكن الجديد ان هو يعني مختلف شويه. ان هو بيعمل ايه؟ الشحن دايما كان زمان لما بيقول لك ان هو في دينامو يشحن، الدينامو بيشحن من الحركه، الدينامو هنا بيشحن من المكابح، من الفرامل. لما بتفرمل بترجع الطاقه دي لجوه البطاريه تاني، طبعا مش بالقدر الكبير اللي هتخليه يمشي كتير، لكن هي على الاقل بترجع له جزء من الطاقه. ده الاصدار الثاني اللي هو البرو 2، اللي هو بعد الام 3. لما جيت اشتري ده واشتري الام 3، الام 3 تقريبا كان بيتشحن في 4 ساعات وشويه، وتقريبا بيمشي 2.5 ساعات. ده بيتشحن في 8 الى 9 ساعات وبيمشي 4 ساعات ونص. هل الكلام ده حقيقي؟ مسافة الكلام دوت طلع اكتر من حقيقي. يعني ايه؟ انا في مرة كنت رايح مشوار فاخطأت في تقديري لمسافة المشوار، وانا ظنيت ان هي تقريبا 14 كيلو رايح و14 كيلو راجع. فخد بالك ان انت لو رايح مشوار لازم تقيس على جوجل المشوار ده كويس جدا. فانا حسبت المشوار على جوجل فطلع 14 رايح 14 جاي، يعني تقريبا 28 كيلو. فمش مشكله، تمام، هو هيكفي لان هو بيمشي 45 كيلو متر مسافه. بس انا ما مشيتش على الطريق اللي رسمه جوجل، مشيت على طريق بمزاجي. لما رحت وبعد كده لقيته نزل النص تقريبا في المشوار، فانا استغربت هو ليه نزل النص، يعني ليه نزل عند 50% الباور يعني. فقلت خلاص اوكي، ما علينا، مش مشكله. والمهم ان انا مش هكمل بقى في الطريق في الرجوع، يعني على الاقل يكون نفسه، لا ده انا كمان خلفت فزدت المسافه. فلما زدت المسافه لغايه ما جيت قبل البيت ب 2 3 كيلو، لقيته خلاص بدا ينور احمر، اللي هو البطاريه خلاص شكرا، يعني ايه، احنا يعني عملنا معاك احلى واجب يعني. فالمهم لما طلعت وركبته على الشحن فلقيته بدأ من عند 2%، يعني هو كان فاضل فيه 2% بس. فقلت كده شاومي ضحكتوا علينا وبتاع، والبطاريه دي مش حقيقيه، والمشي بتاعها مش حقيقي. فدخلت بقى مشيت على المسار بالظبط اللي انا مشيت على دماغي فيه، فحسبته لقيته 46 كيلو مسافه. بصراحه يعني كان جبار، وما قلش معايا، يعني ما رجعتش ماشي ولا حطيته في تاكسي وركبت يعني. فهو مشي مسافه 46 كيلو دي حقيقي، وانا جربته كتير. طبعا في حاجات اللي هي، لا لو اتكلم في المراجعه يعني، في العواكس ديت، العواكس دي عشان يعني لو حد انت ماشي في الجنب يشوفك وبتاع. في كشاف قدام، وفي البريك ورا. البريك دي بتشتغل في منطقتين او بتشتغل في حالتين. لو انت ضربت فرامل فاللون الاحمر اللي ورا ده هينور. احنا محتاجين ان احنا ايه، مش عايز انزله عشان يبقى باين، وبرده ايه مش عارف. نحاول نشيل الترابيزه عشان نشرح جزء كده صغير، بس ممكن نشرح جزء ايه قبل ما ننزله. لو احنا شغلناه
تشغيله سهل جدا، انت بتدوس على الزرار وخلاص الموضوع خلص. لما تدوس هنا كده بص، باينه ولا مش باينه؟ تعالى كده يا عم الشاومي. دي بتقعد تنور بالطريقه دي طول ما انت دايس فرامل، لما ادوس فرامل هيقعد ينور كده. طيب هل في طريقه ثانيه ان هو ينور كده برضو؟ لو ولعت الكشاف، فالكشاف بيعتبر ان انت ماشي في مكان ضلمه، فهو بينور الكشاف قدام وبينور البتاع دي باستمرار ورا من غير الفرامل، هي خلاص بتنور مع الكشاف. في كشاف هنا اهو، شايفينه عند ايديا. لو انا نورت الكشاف بيعتبر ان المكان ضلمه. انا مش باين والله، انا ما كنتش واخد بالي ان انا مش باين. لو انا نورت الكشاف بيعتبر ان المكان اللي انت كنت ماشي فيه ضلمه، فبينور اوريدي البريك هو كمان. الكشاف اهو عند ايديا لو انتوا شايفين، لو طفيت راحت. فهو بيعتبر ان المكان ضلمه فلازم ينور لك قدام وورا، وده برضو بصراحه نافع يعني. الجزء بتاع الفرامل هنا بصراحه هو صناعته نظيفه جدا بامانه، بس مش عايزين نكسر الترابيزه. المهم هنا في الفرامل بتشتغل زيها زي فرامل العربيه، هي ما بتعملش، بتفرمل في الاطار بتاع الجنط بتاع الكاوتش او الكفر. هي معمول لها هنا اطار ميتال كده، هي اللي بتمسك فيه الفرامل. في حاجه مهمه جدا جدا، لما بتيجي تنزل من على رصيف وتيجي تطلع وانت لازم تشيله، ما ينفعش ان انت، انا ما كنتش بشيله، فانا عملت حاجه كده، بس الحمد لله طلعت ما اثرتش يعني، وتقريبا هم كانوا عاملين حسابها. خد بالك ان البطاريه هنا اهو، البطاريه في الجزء ده، المكان ده مصنوع كويس قوي. انا عرفت ليه بعدين هو ليه مصنوع كويس قوي، لان لما جيت نازل من على الرصيف ومن غير ما اشيله خبطت الجزء ده. الخبطه الحمد لله ما كانتش قويه يعني، هي ما اثرتش اصلا، حتى ما فيش ولا خربوش ولا حاجه، لكن انا ما كنتش واخد بالي ان هي هتعمل مشكله يعني. فانت وانت نازل من على الرصيف او طالع لازم تشيله، ما تعتمدش ان هو ينزل لوحده او يطلع لوحده او يطلع مع الخبطه يعني. فتقريبا دي كل الحاجات اللي هو نتكلم عنها في السكوتر كتجربه وكمتانه. وبصراحه كسلبيات انا ما لقيتش خالص فيه سلبيات بامانه. ممكن لو هعتبر ان هي سلبيه، ان الزرار بتاع البنزين دوت او الزرار بتاع تزويد السرعه ده او اللي هو تحريك السرعه اصلا يعني، الزرار ده بيتهز جامد لو انا ماشي على مطب، فممكن صباعي يخبط فيه كذا مره. فانا اللي انا يعني قلت احتمال، او اللي انا تخيلته ان الزرار دوت ممكن يبوظ بسرعه، لكن هو طبعا معاه ضمان سنتين من شركه شاومي، لان انا شاريه من شاومي هنا، شاومي ستور هنا في السعوديه. فده اللي انا ممكن اكون قلقان منه في يوم من الايام. لكن هو بصراحه كاختراع قوي جدا، كعمليا رهيب جدا. انا بمشي بيه في تقريبا مشيت بيه في كل حته يعني. طبعا وفر معايا موضوع ان انا انزل واروح مشوار بالعربيه وادور على ركنه عند البيت وادور على ركنه عند المكان اللي انا رايح فيه، وطبعا الزحمه. هو وفر معايا الموضوع ده جدا جدا جدا. هو بيتشحن في حوالي 9 ساعات. انا ما بيشغلش نفسي بموضوع ان هو بيتشحن في قد ايه، لاني لما برجع من مشوار بالليل مثلا رجعت الساعه 10 11 بحطه على الشحن، هو بعد ما بيفصل شحن الصبح لوحده خلاص بينتهي الموضوع. اجي تاني يوم اقدر ان انا اركبه بسهوله وهو مشحون. فموضوع ان هو يتشحن كنت في بالي ان انا لو هروح مكان اخد معايا الشاحن واشحنه هناك ومش عارف ايه وكلام من ده. لكن البطاريه دي اكبر من بطاريه الام 3. الام 3 تقريبا كانت 7000 والبطاريه دي 12800. فالبطاريه دي خلتني انا خلاص يعني مش محتاج ان انا اخد معايا الشاحن واروح اشحنه في مكان تاني وهكذا. دي كانت تجربتي مع السكوتر. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وهي مش مراجعه للمنتج، انا جربته بالفعل. ولو اي حد عنده اي سؤال يحط لي السؤال بتاعه في الكومنتات. شكرا لكم، كان معاكم محمد سمير من تجربتي بودكاست. سلام.